كلام ايه اللي انت بتقوله ده؟ ابن اخوك لسه صغير ومش فاهم في الكلام ده. وبعدين ده كله بسببك انت. معقول اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين هو ابن اخوك هيوافق على حاجة زي كده؟ قال انا مفهمه ان ده عادي. وبعدين كل حاجة هيعملها بقى قاعد. قلت له يعني ايه هتبقى قاعد ازاي يعني؟ قال امال عايزاني اعمل ايه؟ قلت له لا طبعا ما ينفعش تبقى قاعد. انا معرفش اعمل حاجة زي كده قدامك وانت قاعد. الواحد يبقى في دنيا تانية خالص. وبعدين يعني مش انت السبب، مش انت اللي وصلتنا لهنا. انا ياما قلتلك في اول جوازنا وانت برضو مفيش فايدة فيك. ادي اهو، ادينا اتحطينا في مشكلة كبيرة وبسببك انت. تقدر تقولي بقى هنعمل ايه؟ قال لي يا حبيبتي اعمل ايه؟ حقك عليا ما تزعليش، انا ما كانش قصدي ابدا. قلت له قصدك بقى ولا مش قصدك؟ المهم دلوقتي ان انت هتفهمه ايه يعني؟ قال ما انا قلت لك اني فهمته خلاص. قلت له بس انا لازم انا اللي اتكلم معاه برضو، ما ينفعش الموضوع يبقى منك ليه كده. قال لي انا عايزه تقولي له ايه؟ قلت له بقول لك ايه، انت مالكش دعوه بالموضوع ده. انا هقعد واتكلم معاه، بس انت وانت نازل شغلك كلمه وقول له يعني ان انا عايزاه ضروري، ومن وين ما يخلص شغله يطلع لي هنا وانا هفهمه على كل حاجه. وفعلا جوزي وهو نازل شغله كلم ابن اخوه وقال له ان انا عايزاه ضروري واطلع لي. واول ما خبط الباب وفتحت له الباب وجه عندي البيت، قعد قدامي كان وشه في الارض، كان مكسوف قوي. قلت في عقل بالي اما هو من دلوقتي وشه في الارض، امال لما نعمل الموضوع ده هيعمل ايه؟ قلت له بقولك ايه، انا مش عايزاك تتكسف مني خالص، وعايزه الموضوع ده يفضل سر بينا احنا التلاتة، فاهم ولا لا؟ قال انا لحد دلوقتي مش فاهم اي حاجه. قلت له انا الاول هقولك بس بشرط، انا زي ما قلتلك الموضوع ده يفضل سر بينا احنا التلاتة. انت سمعته ولا لا؟ احسن الموضوع ده لو حد عرفه مش عارفه ايه اللي هيحصل لي انا وعمك. وبعدين انا بصراحه كده حابه يعني ان الموضوع ده يفضل سر ما بينا. وكمان انت شاب طول بعرض زي القمر، واي واحده تتمنى اللي انا طلبته ده. بس انا يعني مضطره، انت عارف موضوع الخلفه دوت، وعارف ان عمك يعني مفيش منه رجا. فانا بصراحه من فتره كده خبينا يعني على العيله وفهمناهم ان انا حامل يعني. لان انا كنت فاكره يعني حسيت بشويه اعراض كده، وكنت فاكره ان ده حمل، علشان كده قلنا لهم. لكن بعد فتره ما رحت اعمل تحاليل واشاعات وكده، عرفت ليه انا بقوله لك ده. علشان كده ما قدامناش حل، وبعدين عمك ما لقاش غير الحل ده، وده هيفضل سر ما وفعلا بينا. فعلا وافقني، وساعتها حصلت بينا حاجات كتيرة قوي قوي. أهلا بيكم يا أحلى متابعين في قناتكم أليشا ستوريز. النهاردة هقدم لكم أقوى القصص، علشان كده يا حبايبي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وبتحكي صاحبة القصة: أنا نشوى، عندي 36 سنة، متجوزة بقالي حوالي 8 سنين، قاعدة في بيت عيلة، لكن مش عيلة يعني. البيت اللي أنا فيه مكون من 3 أدوار. أول دور كان حماتي وحمايا الله يرحمهم، وأنا تاني دور، وأخو جوزي بدور اللي فوقينا اللي هو الدور التالت. الحكاية كلها بدأت أول ما اتجوزت. بصراحة كانوا العيلة كلهم مستنيين إن أنا أخلف، خصوصاً إن أخو جوزي عنده ولدين وبنت، ولد وبنت متجوزين، وفي ولد هو اللي عايش مع أبوه وأمه. ما كانش في حاجة في إيدي أعملها، الموضوع كله كان خارج عن إرادتي. هعمل إيه؟ ظروف كتير حصلت وما كانش ليا يد فيها. حاولت كتير قوي إن أنا يعني أشوف أي تصرفة أو حل، لكن برضو مفيش فايدة. حاولت برضو إن أنا أخلف بأي طريقة، لكن كل مرة كنت أعرف أو أحس إن أنا ممكن أكون حامل، يطلع حمل كاذب والموضوع يبوظ على أتفه الأسباب. مرت الأيام والسنين على كده، وما كنتش عارفة أعمل إيه. الموضوع كل يوم بيزيد ومفيش في إيدي أي حاجة أعملها. فضلنا على الحال دوت لحد ما في يوم حسيت بالأعراض اللي ممكن أي ست تعرفها تقول إن هي حامل. وقتها فرحت قوي ورحت قبل ما أتأكد أبلغ جوزي إن أنا حامل، وجري يفرح أخوه ومرات أخوه. وقتها بصراحة كنت فرحانة، لكن لما رحت أعمل التحليل عرفت إني مش حامل. أيوة، مش حامل. الموضوع كان بالنسبة لنا صعب، ولما اتكلمت مع جوزي قال لي إزاي يعني؟ وأنا دلوقتي بقى هروح وأقول لأخويا إيه؟ قلت له معرفش. السبب منك مش مني، والعيب منك، وده اللي التحاليل والإشعاعات بتقوله. قال لي ما تقوليش عليا كده، ده أنا راجل وسيدي رجالة. قلت له إيه دخل اللي أنت بتقوله ده بموضوع الخلفة؟ دي حاجة بتاعت ربنا. اتخانقنا وشد معايا في الكلام كتير، وفي الآخر زعل.
أخد بعضه ونزل من البيت. ما كنتش عارفة أنا عملت له إيه ولا هو زعلان مني ليه. أنا ما عملتش حاجة أبدا. المهم إن أنا قعدت في البيت ولا حاولت حتى أكلمه ولا أقول له أي حاجة. أصل أنا في الآخر ما عملتش أي حاجة. وفعلا شوية ولقيته بيخبط يعني على الباب بتاع الشقة. استغربت، قمت فتحت له، قلت له أمال فين مفاتيحك؟ قال لي نسيتها هنا. دخلت أوضتي وأنا فعلا كنت زعلانة منه. لقيته جه ورايا وقال لي حقك عليا، ما تزعليش. قلت له لأ، أنا مش عايزة أي كلام في أي مواضيع. اللي انت عملته معايا ده أنا لا يمكن أبدا أعديهولك. قال لي انتي مش عارفة اللي أنا فيه، وبعدين أنا خلاص حليت المشكلة، خلاص هتتخلفي، وطالما العيب نومي يبقى أنا اللي أتحمل النتيجة. قلت له يعني إيه؟ مش فاهمة، انت تقصد إيه؟ قال لي بصراحة كده أنا اتكلمت مع ابن أخويا وقلت له يعني إن تحصل بينكم حاجة بس بشرط إن أنا أبقى موجود، وساعتها ممكن تطلعي حامل، والموضوع هيبقى مش كدب ولا حاجة، وده سر محدش فينا هيعرفه، إحنا التلاتة بس، ومحدش غريب تاني هيتدخل في الموضوع. قلت له ليه؟ ده انت اتجننت رسمي. اللي انت بتقوله ده انت عايز ابن اخوك هو اللي يعمل كده ومعايا؟ لا اكيد انت مش في وعيك، انت اكيد مش عارف انت بتقول ايه. بقولك ايه، احنا ممكن نتصرف نعمل حقن مجهري او اي حاجة، او حتى نتبنى طفل، انما اللي انت بتقوله ده مش هينفع ابدا. قال انا اتكلمت معاه، قلت له انت اتجننت، افرض دلوقتي راح قال لابوه. قال لي لا مش هيقول، انا عارف انا بقولك ايه، وبعدين أنا بقولك خلاص اتفقنا. قلت له خلاص هاتهولي هنا وخلينا اتكلم معاه. وطبعا حصل بيني وبين جوزي الكلام اللي أنا حكيته لكم في الأول. وبعد كده قعدت يعني مع ابن أخو جوزي لما جالي البيت، ولقيته متلخبط كده ومتوتر، وكان حتى مكسوف خالص، ما كانش عارف يقول كلمتين على بعض. قلت له لا أنا عايزك تفك بقى، مش كده؟ هو احنا لسه يعني ابتدينا في حاجة؟ قال لي بصراحة كده يا بخت عمي بيكي. قلت له اشمعنى يعني؟ قال لي اصل حضرتك حلوة قوي. قلت له عشان كده انا كمان معجبة بيك، وده اللي خلاني نجيبك هنا النهاردة. قال لي بس ايه، بس عمي بيقول ان هو هيبقى موجود. قلت له لا طبعا انا مش هخليه يبقى موجود، انا اصلا عايزة الموضوع ده يخلص بسرعة، ومش عايزة اي حاجة تعطلني. وفعلا خلصنا الموضوع على كده، واتفقنا على يوم هيجي فيه هنا. وبصراحة اللي حصل فاق كل توقعاتي. أول ما جه عندنا ودخلنا الأوضة، يعني كنت قاعدة بصراحة ومش عارفة أعمل إيه، ولا عارفة حتى الموضوع ده هيبتدي إزاي ولا هينتهي إزاي. قلت له بقولك إيه، ما تيجي ناكل لقمة الأول؟ هو أنت قايل لأمك وأبوك إيه؟ قال لي أنا قايل لهم إن أنا هسهر شوية مع أصحابي، علشان يعني عندنا شوية مذاكرة، أصل هو كان في آخر سنة في الكلية. قلت له طب ما اقتنعوا؟ معرفش، المهم إن أنا يعني بعد ما خلصت معاه كل حاجة ويعني الموضوع خلص، ابتدينا ناكل لقمة سوا، وبعد كده شغلت مزيكا هادية علشان تهدي الجو، وبعد كده كل حاجة حصلت، بس مش في الأوضة. أيوة مش في أوضة نومي، إحنا كنا قاعدين بره على كنبة الأنتريه. وفجأة تقدروا تقولوا كده هو سرح مع الموسيقى اللي شغالة، وأنا كمان حسيت لأول مرة إن الموضوع ده بعمله بنفسي. ما تسألونيش إزاي ولا ليه ولا اشمعنى، يعني هو كل الموضوع إن أنا كنت مستغربة نفسي. كنت حاسة إن أنا زي ما يكون رجعت بنت عندها 20 سنة ولسه ده أول يوم ليها في الجواز، كل حاجة كانت بطريقة مختلفة. ولا هو بقى أنا أول ما شفته قدامي اتخضيت، قلت له إزاي كل ده وأنا هروح فين في كل ده؟ قال لي ما تقلقيش، كل حاجة واحدة هتبقى تمام. وفعلا ابتدى الموضوع كده في الأول، لكن بعد كده دخلنا بقى على الحاجات اللي مقولكش عليها. يعني الواحد ما كانش مصدق نفسه. أنا كنت حاسة إن أنا في دنيا تانية، مش مصدقة اللي بيحصل لي ولا حتى مستوعبة. أيوة لكن كنت فرحانة، فرحانة قوي لدرجة يعني إن أنا كنت كل شوية أضحك من كتر ما أنا مبسوطة، وشوية أقول له لأ لأ مش للدرجة دي. وبعد كده الموضوع بصراحة كان صعب قوي. أنا كنت فرحانة، فرحانة بكل حاجة بتحصل، حاجة أول مرة أجربها، لكن يعني حسيت إن أنا محتاجة أعمل كده بصراحة. وفعلا عدى اليوم ولقيت نفسي بطلب منه طلب غريب. قلت له أنا عايزاك تعدي عليا بكرة. قال لي طيب، طب وعمي؟ قلت له أنت هتقوله اللي أنا قلته لك، هتقوله إن أنت جيت لقيتني نايمة وقافلة عليا باب الأوضة، ولما يكلمني أنا هعرف أتصرف معاه وهقول له خلاص خلينا بكرة، أو خلينا النهاردة لأنه كده كده هيكلمني بكرة. وفعلا عمل اللي أنا قلت له عليه، وبقى كل يوم يجي بحجة شكل. بصراحة تقدروا تقولوا كده إن أنا اتعودت على وجوده، بقيت يعني ما أقدرش أعدي يوم من غيره.
بقيت عايزاه ييجي كل شوية ويعمل الموضوع ده برضه كل شوية. أول مرة أحس إن أنا ممكن أعمل حاجة زي كده. الموضوع غريب مش كده؟ لكن أنا فعلًا حاسة إن الموضوع ده لمّا عملته كنت يعني طايرة في السما، مش قادرة أوصف لكم الإحساس. لكن حقيقي كنت في أسعد أيام حياتي. علشان كده باقول لازم تعملوا الحاجة اللي أنتم بتحبوها. أي نعم الموضوع في الأول كان جوزي عايزه، لكن بعد كده بقى بيضايقه، خصوصًا إن أنا بقيت باطلبه أكتر من مرة. ووقتها طبعًا عمره ما كان هيقدر يقول حاجة لإني أنا كنت عارفة كويس أوي إن هو ما يقدرش يقول حاجة. وفعلًا فضلنا بقى على الموال ده كل يوم. لكن المشكلة هنا إن أنا مش عارفة، يا ترى أنا لو طلعت حامل بجد إيه اللي ممكن يحصل؟ أنا هاتجنن من التفكير. فكرت إن أنا أتطلق من جوزي وبصراحة كده أتجوز ابن أخوه، لكن مش عارفة ده ينفع والّا لأ. علشان كده أنا جيت لكم وحكيت لكم قصتي، وعارفة إن أنتم هتفيدوني وهتقولوا لي أعمل إيه. كانت معكم أليشا ستوريز. دمتم في أمان الله وحفظه. مع السلامة.